مساء اللطافة مع أحمد لطفي. الطوابير اللي انتوا شايفينها معايا دلوقتي دي طوابير على شباك تذاكر المتحف المصري الكبير. ده كان أول يوم 4 نوفمبر، يوم افتتاح المتحف أمام كل الزوار. والحقيقة أنا شفت زوار كتير من دول كتير زي فرنسا، المغرب، الجزائر، تونس، الإمارات، السعودية، نيجيريا. عدد المسجلين حتى الآن في عدد الزوار في أول يوم هم 18 ألف زائر للمتحف. الحقيقة أن كل الناس كانت مستمتعة بكل قاعات المتحف المصري الكبير، وطبعا بالأخص قاعة الملك الصغير توت عنخ آمون، اللي طبعا كل الناس بتروح قدامها وتنبهر بكل مقتنيات توت عنخ آمون، اللي بتقدر بأكثر من 5000 قطعة أثرية داخل المتحف. وانبهار بالمتحف الأطفال، وكمان الدرج العظيم، وقاعات كتير ما تفوتوش الفرصة.